لاعب منتخبنا الوطني فاجأ الشارع الرياضي بقرار الاعتذار عن المشاركة بمباراتي الإمارات الحاسمتين بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم بحجة الإصابة. بس الغريب بالموضوع إن قبل ساعات من إعلان الاعتذار اللاعب شارك ويا ناديه وقدم مستوى ممتاز وساهم بفوز فريقه، وبعدها طلع وصرح أنه يعاني من إصابة خفيفة تمنعه من السفر. هنا بلشت التساؤلات والشكوك تدور، هل فعلا منتظر مصاب لو الموضوع أعمق من هيك؟ بعض المصادر تقول إن قرار الاعتذار ما له علاقة بالإصابة، وإنما اللاعب متخوف من السفر ومن عدم مشاركته أساسيا بقرار من المدرب غراهام أرنولد، خصوصا بعد الأخبار اللي انتشرت أن أرنولد ناوي يبدأ المباراة بتشكيلة مختلفة وممكن يحتفظ بمنتظر على دكة الاحتياط. والسؤال اللي الكل يسأل اليوم، هل يحق للاعب مثل منتظر يعتذر عن تمثيل المنتخب بوقت حساس مثل هذا؟ احنا نحكي عن مباراة مصيرية، مصير منتخب بلد، مو مباراة ودية. للأسف مو أول مرة نفقد ركائز منتخبنا بهيج توقيت، والمشكلة الأكبر إن أكثر اللاعبين اللي نحتاجهم بهيج المواقف ينسحبون بحجج الإصابات أو ظروف خاصة، والمباراة جاية تحتاج تركيز وهدوء وروح وطنية، لأن الملحق ما بي مجال للخطأ. من المفروض منتظر ماجد يسافر مع زميله ماركو فرج ويلتحق بوفد المنتخب، بس للآن الموقف بعد غامض، والمدرب أرنولد ما أعلن لا بديل رسمي ولا قرار نهائي. من جهة ثانية الكابتن عدنان درجال دخل على الخط بنفسه وحاول يقنع منتظر بالعدول عن قراره، وفتح خطوط تواصل ويا اللاعب وعائلته حتى قبل موعد السفر اللي محدد غدا، حتى يلتحق بالبعثة قبل لا يفوت الفرصة. وفي الوقت نفسه انضم علي الحمادي إلى الوفد بعد وصوله للعاصمة أبو ظبي، وكذلك اللاعبين زيدان أقبال وريبن سولاقة اللي وصلوا اليوم للانضمام للمنتخب استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد الإمارات ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم. الشارع الرياضي اليوم منقسم، قسم يقول منتظر عنده حق إذا حس أن المدرب ما راح يعتمد عليه، وقسم ثاني يشوف أن هذا تصرف غير احترافي ويضر المنتخب قبل مباراة مصيرية. لكن الحقيقة الوحيدة اللي ما بيها نقاش هي المنتخب أهم من أي اسم، والراية لازم تترفع برجالها مو باعتذاراتهم. منتخبنا الوطني العراقي يوصلون أبو ظبي وسط استقبال حافل قبل موقعة الإمارات. بأجواء مليانة حماس وتفاؤل وصل وفد منتخبنا الوطني العراقي إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادا لخوض المواجهة المصيرية أمام منتخب الإمارات ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. الوفد العراقي استقبل استقبال كبير من الجالية العراقية هناك، والكل متحمس يشوف أسود الرافدين وهم يقاتلون على حلم الملايين. التحضيرات على مرحلتين. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وضح إن المدرب غراهام أرنولد قرر يقسم التحضيرات على مرحلتين، الأولى مخصصة للاعبين المحليين بالدوري، والثانية تشمل المحترفين بعدما يلتحقون بالمعسكر في أبو ظبي حتى يصير الفريق بكامل جاهزيته قبل مباراة الذهاب يوم الخميس على استاد محمد بن زايد. وقال درجال صفوف المنتخب راح تكتمل يوم 11 نوفمبر، وكل الأخبار اللي طلعت عن انسحابي من الإشراف على المنتخب غير صحيحة، أنا باقي بموقعي ومشرف على المنتخب بنفسي. وأضاف المنتخب مو ملك عدنان درجال، المنتخب ملك كل العراق، وكلنا نشتغل حتى نحقق حلم التأهل اللي صار له أكثر من 40 سنة ينتظر. اجتماع خاص قبل المباراة. درجال أعلن عن اجتماع مهم راح يصير ويا اللاعبين قبل المباراة حتى يحفزهم ويذكرهم بحلم التأهل ويعالج أخطاء الماضي، خصوصا اللي صارت بمباريات الكويت وفلسطين اللي ضيعت علينا فرصة